بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بيحصل حوالينا ده يا جماعة مش فجأة ولا جيل طالع كده من فراغ. فيديو متداول مؤذي نفسيا لشاب تم الاعتداء عليه وإهانته في وسط الشارع. ده يا جماعة مش مشهد من مسلسل، ده فيديو موجود حقيقي في منشية 100 عاصم التابعة لبنها محافظة القليوبية. إجبار شاب على ارتداء بدلة رأس والاعتداء عليه في وسط الشارع. طبعا السبب كان خلاف على علاقة، وبدل ما يتجاوب القانون تم تنفيذ قرار الجماعة. تم تبرئة الشاب من التهمة اللي كانت متوجهة له، لكن للأسف احتقروه وقللوا من كرامته وتم إهانته في وسط الشارع. طبعا يا جماعة السبب الأكبر في اللي حصل ده هو سنين كتيرة من محتوى ميدان عنف وبلطجة أمثال محمد رمضان والسبكي. بيطلع لنا يا جماعة جيل زي ما حضراتكم شايفين، جيل فاسد وجيل مليان عنف وبلطجة. للأسف المسلسلات والمقاطع والمقالب بقت بتعلم ولادنا إن البلطجة والإهانة ده شيء طبيعي جدا، والنتيجة فيديو مؤذي زي ما حضراتكم شايفين. المحاكمة أصبحت عرضا في الشارع بدلا من المحكمة. ولما البطل والعنف يتحول لبطل على الشاشة يبقى يتكرر في الواقع. ليه مستغربين من عصبية ولادنا؟ وليه مستغربين من عدم تركيزهم؟ وليه مستغربين من قسوة قلوبهم؟ النفس زي الكوباية يا جماعة، لو مليان عنف مش هيستقبل الخير. رمضان فرصة عظيمة جدا علشان ننظف قلوبنا. مش موسم عرض مسلسلات هابطة وبلطجة. مقاطعة حقيقية، وعي حقيقي. لو شايف ان ولادنا يستحقوا ليه الافضل يا ريت تشارك الفيديو. العنف اللي بنشوفه على الشاشة ممكن يتحول لواقع لو ما وقفناش كلنا يا جماعة وعملنا مقاطعة حقيقية لأمثال محمد رمضان والسبكي. ربنا رب يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.